السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من SCLN يعني Supply Chain and Logistic Knowledge. النهاردة بنتكلم عن واحد من المفاهيم اللي ممكن نكون يعني مش فاهمينها كلنا بشكل صحيح. هو الطبيعي لما تيجي تتكلم مع حد تقول له ان تبيع اكتر فتكسب اكتر هيبقى منطقية بالنسبة له، لكن النهارده جايين بنتكلم في حاجة تانية. بنقول اني مش دايما ومش في كل الحالات لما تبيع اكتر بتكسب اكتر، بالعكس انت ممكن تخسر. ففين بقى النقطة بتاعة التعادل اللي ممكن نقول عندها ان انا لحد هنا هوقف مبيعاتي عشان انا مخسرش، وامتى اقول لا لسه مفيش ليميت وخش ودوس ولسه السوق متعطش اكتر ومحتاج اكتر. صلوا بينا على النبي. تعالوا نتفرج مع بعض كده انا وانت على الجراف الجميل ده. طيب بص كده، قبل بس ما ندخل على الشرح بتاع الجراف والمبيعات وكده، هنقول ان انا عندي بس مفهوم البوتوم لاين هو عبارة عن ايه. البوتوم لاين عبارة عن 4 عائدات، مش بس العائد المادي او الفلوس اللي بتجيلك من بعد ما بتبيع، لا في عوائد تانية زي السوشيال وزي الايكونوميك وزي الانفايرمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك وانت بتبيع المنتج بتاعك جبت فلوس وكسبت وكل حاجه تمام و100 فل و14، لكن في نفس ذات الوقت مبيعاتك دي بتمباكت على السوشيال، على المجتمع بشكل غير ضار، بالاضافه انه هو على ناحيه الاقتصاد غير ضار، وفي نفس الوقت بالنسبه للبيئه ومخلفات وما شابه ذلك برضو غير ضار. فاذا الشركات الناصحه، الشركات الشاطره اللي هي بتاخد شهاده الايزو والكلام ده، بتبقى شغاله على البوتوم لاينز اللي احنا بنتكلم عنها. والبوتوم لاين بالنسبه لهم مش بس مجرد ريفينيو او المبيعات بتاعتي. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه نقطه التعادل اللي عندها. بقول لازم اوقف مبيعات في الحته دي، وامتى اقول لا احنا هنكمل. بص يا باشا، لو بصينا على الجراف هنا هتبص هنا ده المنحنى بتاع المبيعات، الريفينيو او السيلز. تمام، وهنا في الكاستمر سيرفيس، يعني عمليه بقى المكالمات والنقل والشحن، ولو في اي حاجه انت بتجيبها مثلا لو شغلك استيراد، الكاستم كليرنس وما شابه ذلك. فكل تكلفه بتدفعها عشان تسلم المنتج بتاعك لعميل بنسميها مثلا كاستمر سيرفيس. تمام، فلو بصيت كده على الفايريشن بتاع المبيعات بتاعك شغال في حالة صعود، وجه في وقت عند النقطة دي بدأ يثبت ويمشي بشكل تراديشنال شويتين، وبقى ما بقاش يعني يصعد بمقارنة بالفايريشن التاني بتاع الكاستمر سيرفيس. لان زي ما انت ما بتبيع وانت هنا بادئ بتصعد في المبيعات، في نفس ذات الوقت في منحنى تانية، في منحنى تاني بالنسبة للتكاليف بتاعتك بيزيد. تمام، لحد ما بتوصل للنقطة دي. عند النقطة دي حجم مبيعاتك ما بقاش يزيد مقارنة بحجم التكاليف بتاعتك. بدأ الفايريشن يتجه في اتجاه غريب قوي. يعني لو هنفترض على سبيل المثال انت عند النقطة دي كنت بتبيع في القاهرة الكبرى والجيزة، تمام، فكانت العملية يعني شغال وبتكسب، التكاليف بتاعتك مش كتيرة، بس في نفس الوقت لسه في حصة سوقية، السوق متعطش ولسه محتاج تبيع اكتر عشان تكسب اكتر، وعمال بتعمل هيكله في الشركه بتاعتك، وعمال شغال على السيلز والماركتنج بتاعك، وعمال بتشغل الدنيا عشان لسه انت في حته ما غطيتهاش. تمام، دخلت هنا في الحته بتاعت زودت معاك مثلا الدلتا لحد ما وصلت للمرحله دي، انت خلاص بالنسبه لك فاضل لك كده نقطه الصعيد، ولو قفلت الصعيد تبقى انت كده قفلت مصر كلها. لكن لما تيجي تنزل شغلك في الصعيد هتكتشف ان حجم مبيعاتك ما زادش، وحجم التكاليف بتاعتك زادت بشكل فظيع رهيب، مش قادر ريكفر المبيعات بتاعتك. فهنا بقى بنقول ان دي لازم تعمل عندها تريد اوفس، لازم هنا تقف لحجم المبيعات بتاعتك، تقول هنا انا مش هقدر ابيع اكتر من كده، عشان انا بيعي اكتر من كده بيخسرني اكتر ما بيخليني ان انا اكسب. تمام، فده ببساطه كده شديده نقطه التعادل اللي عندها. بنقول انا لازم اوقف حجم المبيعات بتاعتي.
طبعا اللايك والشير والاشتراك بيعمل فرصة كبيرة قوي في الظهور لحد تاني غيرك، فانت بتساعدني وبتساعد غيرك ان هو يتعلم معلومة ممكن يكون مش عارفها. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.